بونجور، اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حل كتاب برافو على الوحدة الثالثة سونتي اوبيتال. النهاردة ان شاء الله هنحل دو زيكزامان امتحانات كتاب برافو من صفحة 109 لصفحة 112 من 109 ل 112. اول حاجة القطعة aujourd'hui يعني النهاردة nous sommes lundi نحن يوم الاثنين je ne vais pas à l'école انا لا اذهب الى المدرسة Je suis enrhumé أنا مسكوم J'ai mal à la tête وكمان عندي صداع Mes yeux sont rouges وعيوني لونها أحمر دو fatigue من التعب Je suis seul أنا بمفردي في المنزل Mon père est à son travail أبي يكون في عمله Il est professeur de français à l'école هو مدرس فرنساوي في مدرسة مصطفى كامل ما مير ترافاي على الأوبيتال مامتي بتشتغل في الأوبيتال المستشفى اسمها السلام ما سور اي على الأونيفرسيتي أختي في الأونيفرسيتي في الجامعة جي في دو تي أنا عملت شاي جي بري اون أسبرين لو سوار في المساء مون بير ا تيليفوني او ميدسان أبي اتصل بالطبيب كي فوني اللي جه بسرعة il m'a conseillé de rester 3 jours au lit نصحني أن أبقى 3 أيام على السرير et de prendre les médicaments alors وأن أتناول الأدوية في الميعاد. طبعا سامي اللي بيتكلم هنا لاندي يوم الاثنين سامي يكون قال كله قالك أنا ما بروحش الإيكول يبقى على ميزون سامي عمل سامي عنده ألم على تت في الرأس صداع لا ميردو سامي إيه مامة سامي كانت بتشتغل في الأوبيتال فايه هي الوظيفة اللي ممكن تبقى في الأوبيتال لانفيرمير الممرضة عشان مدرس او مدرسة لا فوندوز يعني بائعة برضو لا. السؤال الرابع لو ميدسان اكونسيي سامي نصح سامي دورستي اولي يبقى على السرير بور 3 جور لمدة 3 ايام. سؤال المواقف تو ديموند ان فارماسيان انت بتطلب من الفارماسيان لو بري دان ترمومتر سعر الترمومتر انت اللي هتقول يبقى سو ترمومتر سافي كومبيان هذا الترمومتر سافي كومبيان يعني بكام. السؤال الثاني تو نو بو با روغاردي لا تلفزيون انت لا تستطيع مشاهدة التلفزيون السبب هتقول جمال اوزيو عندي ألم في العيون. السؤال الثالث توناميتو ديموند صديقك بيسألك عن تينوفيل عن أخبارك عن جديدك عن حالتك الصحية فأنت هتقول له سانوفا بابيان يعني لست على ما يرام. السؤال الرابع توناميتو ديموند صديقك بيسألك سيكو يعني ماذا الطبيب يفعل فأنت هتقول إل سواني لمالاد يعالج المرضى. أسئلة الجرامير الفو الفعل الأولاني متصرف يبقى لازم الفعل التاني مصدر فمادام مصدر هختار بروندر. إير بالأمس يبقى أنا عايز فعل مساعد زائد اسم المفعول فيرب أفور مع الجو يبقى جي ترافييه. إل مال يبقى مال دي مع فيرب أفور يبقى إلا مال. التدريب التاني جي مال أوري دي كلمة جمع يبقى أوزوري. تويا أشيتي لفلور هل اشتريت الورود فأنت هتقول وي جو ليزاشيتي. هنا بقى كلمة فلور دي كلمة جمع مؤنث فهنختار أشيتي آخرها الأو اس زيادة تبعية ودي تبعية فيرب أفوار. ماري جو فو ماري طبعا دي بنت المفروض تبقى لا بس هنا في حرف متحرك يبقى بدل اللا إلا بستروف. سارة نو بوابا كوكا طبعا هنا كان المفروض تبقى ديو بس عشان النفي يبقى بدل الدو دو. السؤال الثالث ترافاي لو فارماسيان يعمل الصيدلي يبقى هنقول أين يعمل الصيدلي. توفا الأوبيتال أنت تذهب للمستشفى يبقى بوركوا لماذا. إيد لمالاد يساعد المرضى هنقول من يساعد المرضى يبقى كي. سؤال الكومبليت فراز سؤال الأكمل جبرون اون اسبرين أنا أتناول الأسبرين بارسكو جي مال لأني عندي ألم على تت في الرأس. جوفي الأوبيتال أنا أذهب للمستشفى بور كونسلتي لكي أستشير لو ميدسان لكي أستشير الطبيب. الأوبيتال في المستشفى إليا دي ميدسان يوجد أطباء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. الامتحان الثاني أوبيتال دار الشروق في مستشفى دار الشروق عنوانها سترو دولاجار ألكسندري 7 شارع المحطة اسكندرية. تليفون رقم تليفون فيش دان مالد اللي هي استمارة مريض
الاستمارة اللي هي الاستمارة التعريفية. انه الاسم اسمه احمد رمضان. المريض البروفيسيون المهنة بروفيسور. الاج 36 36 سنة. الناسيوناليتي ايجيبسيان الجنسية مصرية. الادرس 14 رو دو فلور الكسندري 14 شارع الزهور اسكندرية. دات دونتري تاريخ الدخول ديمونش 22 يوم الحد في الساعة 22 اللي هي الساعة 10 مساء. الشامبر الغرفة نمرو 12. النون دو ميدسان اسم الطبيب نادر السيد. إيتا دو مالاد حالة المريض جامب كاسي رجل مكسورة. أول سؤال 14 رو دو فلور سي لادريس 14 شارع الزهور ده عنوان الان مالاد المريض. مسيو أحمد مال عنده ألم على جنب في الساق. مسيو أحمد أونتري على لوبيتال دخل المستشفى 22 الساعة 22. نادر نادر يكون اللي هو نادر السيد اللي هو اسم الطبيب الميدسان. سؤال المواقف لو ميدسان دو موند مالاد الطبيب سأل المريض وقال له كافيفو ماذا لديك. فكيسكي لو مالاد دي المريض هيقول ايه بقى؟ هيقول جي مال او فونتر عندي ألم في البطن. السؤال التاني توياتري مالو فونتر عندك ألم شديد في المعدة. كيسكي لو ميدسان تو دي الطبيب هيقول لك ايه؟ هيقول لك كيسكي تو يا مونجي اكلت ايه؟ السؤال الثالث تو دي موند اتونا مي انت بتسأل صديقك سوني تادو سونتي عن حالته الصحية. كيسكي تو دي ماذا انت تقول؟ يعني هتقول كومون سافا كيف حالك. السؤال الرابع توم بير تو دي موند باباك بيسألك كي ترافاي الوبيتال مين بيشتغل في المستشفى. فانت هتقول دي ميدسان اطباء. اسئلة الجرامير مون انفون امل طفلي عنده ألم في البي يعني قدم دي مفرد مذكر يبقى او بي. سونت الريفي بصوا يا جماعه معايا هنا فيها اس بس يعني ده جمع مذكر فهختار الالافيك اس. لو فرير دو ماريا اخو ماريا الاخ ده مذكر يبقى هنختار بارتي الاولانيه. لا كوفرتور اون الكوفرتور دي كلمه مؤنث فهنعوض عنها بلا. ايير هدى سناء هدى وسناء جمع مؤنث يبقى برن. لانفيرميير هتبقى في عشان لانفيرمير بتساوي ال. لامير دو منى الام هنا هنختار معاها الاوستي السؤال نمرو سي شوازي لو مو انتروجاتيف كونفونابل اختر اداة الاستفهام المناسبة. فوا هنا كلمة جمع يبقى كومبياندو. تو مال عندك ألم في المعدة يبقى بوركوا لماذا عندك ألم في المعدة. مينفعش اقول اين عندك ألم في المعدة. فاتو اليكول تذهب للمدرسة يبقى كومون كيف تذهب اللي هي وسائل المواصلات. سؤال اكمل لانفيرمير ايد الممرضة تساعد لو مالد المريض. او ممكن اقول لو ميدسان الطبيب او ممكن اقول الاتنين وفي الحالة دي ما دام اخترت الاتنين احط الايه اللي هي بمعنى يبقى المريض والطبيب. جو فودري انا اريد سو ميديكامون هذا الدواء. جي مالو دون عندي ألم في الأسنان. جو في شي لو دونتيست أنا أذهب عند الدونتيست طبيب الأسنان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. في الفيديو بتاع النهاردة حلينا امتحانين على الوحدة الثالثة سونتي أوبيتال من منهج الصف الثاني الإعدادي. وإلى أن ألقاكم في فيديو قادم. أو ريفوار et bonne journée. ميرسي pour regarder cette vidéo. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بقناتي.